كم عدد الملائكة اللي الله تعالى وظفهم لك أنت؟ إما حفظة أو كتبة. عددهم 8، 4 في الليل و4 في النهار. 2 الكتبة اللي يكتبون كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، والحفظ 1 أمامك 1 وراءك. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. 4 في الليل و4 في النهار. دليل هؤلاء 4 و4 قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار في صلاة العصر وصلاة الفجر. تأتي ملائكة العصر عند صلاة العصر يعني تقول يا رب جيناه نايم، يكتبون اسمك نايم غايب. وصلاة الفجر يا رب نايم. يا رجل البصمة حطوها الفجر والعصر، وقت نومك ما تصلي الفجر وما تصلي العصر مكتوب أنت من المنافقين. أي أنت ملائكة، مو بصمة سيليكون ولا بصمة توقيع تزوير ولا واحد وقع عنك، لا، ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. واضح؟ جنود الله تعالى، هؤلاء جند الله. فعدد الملائكة 8 اللي الله وخلقهم وكلهم بك أنت. الكتبة 2 والحفظة 2، صاروا 4 في الليل و4 في النهار. مو معنى أنهم 4 يتعبون، لا لا لا، الله تعالى يجعل شهود الملائكة عليك أكثر. لذلك من أعظم الكبائر الكذب بعد العصر. الكذب بعد العصر من أكبر الكبائر. ليش؟ لاجتماع ملائكة الليل والنهار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل كذب بعد العصر. إيش معنى؟ بعد العصر أشد من بعد الظهر. ليش؟ لأن بعد العصر الاجتماع كل الملائكة، يعني فوق شرق وات عينه كذب، عطاك كذب قدام الملائكة كلهم. فهنا أعظم كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الملائكة قلنا الآن. طيب وظائف الملائكة: في ملائكة الأرحام اللي هم ينفخون في الأرحام، في الأرواح اللي المرأة لما تحمل ينزل الملك وينفخ في الروح. في ملائكة الرحمة، في ملائكة السياحين يطوفون في المجالس يدورون المخيمات اللي فيها ذكر وفيها قول الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس يتمنون أن الملائكة تنزل عليهم وتصلي عليهم، وهذه غنيمة لكم، أنك تتوضأ وتنام، الله ينزل لك ملك من السماء، يكون عندك ملك ينزل لك ويدعي لك ويستغفر لك حتى تصبح إذا نمت على طهارة. من توضأ ونام طاهرا، بس توضأ ونام، تبي الله ينزل لك ملك، ينزل عليك ملك من السماء يكون عندك ويدعي لك ويستغفر لك. والله لا جن ولا سحر ولا عين أحد يقدر يضرك، إن الله تعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. الملائكة صفاتهم لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. والأجنحة مثنى وثلاثة على رتبهم، يقولك هذا عريف وكيل ضابط وهكذا، صح؟ جبريل 600 جراح. وعظماء الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذه الأفضل الملائكة، أعظم الملائكة كما يقولون. وظائف الملائكة هم جنود الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الملائكة ليسوا إناثا وليسوا ذكورا، نفع عنهم الأنوثة لكن مو معناه منهم ذكور، ليسوا ذكورا. هل يتوالدون يتزاوجون؟ هذا غير صحيح، مخلوقين من نور وعلمهم عند ربي في كتاب. فبعض الناس عنده إيمان في الملائكة لكن ما عنده علم تفصيلي. لازم نعرف يا رجل من حملة العرش ما بين شحمة أذنهم بين عاتقة مسيرة 700 عام. الرعد والبرق، شنو الرعد والبرق؟ اليهود قال يا محمد ما الرعد والبرق؟ قال ملك موكل معه مجانيق من نار يسوق بها السحاب سوقا، هذا البرق. والرعد الصوت هذا، قال زجرة يزجر بها الملك كما يزجر أحدكم إلى غنمه. شفت الصوت هذا؟ صوت ملك. والرعد معه مجانيق من نار يسوق بها السحاب سوقا. لازم نخاف على الأقل من الملائكة اللي معانا وتسجل كل شيء، كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. لذلك يا جماعة لازم يكون عندنا إيمان تفصيل علم عيالكم. عدد الملائكة اللي هم معانا 8، الكتبة والحفظة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. واحد يقول لك أبشر، وزير ولا أمير ولا رئيس يقول لك أبشر. الله تعالى الملك بيده كل شيء، يقول لك وأبشروا، لا تخاف ولا تحزن وأبشر. جنود الله موجودين يرفعون دعائك. إذا صاح الديك رأى ملكا، اسأل الله من فضله، الله مسيك من فضلك بيجيك الخير. فالديكة ترى الملائكة، فعظم الملائكة. لا تطرد الملائكة من بيتك، لا تشغل موسيقى، لا تفعل أمور محرمة، حتى الدخان يطرد الملائكة. كل ما يؤذي بني آدم يؤذي الملائكة. هذا باختصار علم تفصيلي عن عالم الملائكة اللي خلقهم الله تعالى، هم جند الله تعالى. عسى ربي يجعل الملائكة تصلي عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي ويصلون على أصحاب الصف الأول ويصلون على المتسحرين ويصلون على الذين يصلون الصفوف. فاطلب حضور الملائكة والصلاة عليك. أبشر. لا